السلام عليكم. دي الحلقة الثالثة من ضمن تقنيات البايوتكنولوجي ميثودز، مقدمه إليكم أحمد جمال سليمان. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن تقنية من ضمن تقنيات البلوتينج أو تقنية الكشف عن الجزيئات، وهي النورثرن بلوتينج. النورثرن بلوتينج هي من ضمن تقنيات السلوت بلوت زي ما احنا ما قلنا قبل كده، ومن خلالها بقدر ان انا اكشف عن جزيئات ال RNA. هنتكلم النهاردة عن الانترودكشن الستبس، وهنتكلم عن الابليكيشنز الخاصة بالنورثرن بلوتينج. النورثرن بلوتينج هي تقنية من ضمن تقنيات السلوت بلوت زي ما احنا ما قلنا، وهي مختلفة تماما عن تقنية الساذرن بلوتينج في طريقة التسمية، لأن التسمية بتاعت الساذرن بلوتينج قلنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن هي جاية من العالم إدوين ساذرن، إنما المرة دي هي تكملة للتسمية بتاعت الساذرن بتاعت تقنيات البلوتينج عامة. وزي ما احنا بنشوف قدام عندنا الويسترن وعندنا الايسترن بلوتينج، فهي التقنية من ضمن التقنيات القوية جدا في الكشف عن جزيئات الرايبو نيوكليك اسيد ال RNA، وتقدير التفاعل وتقدير مستوى التعبير الجيني لجين معين داخل الخلية أو داخل التشو بشكل عام. نقدر نقول عليها إن هي واحدة من أهم التقنيات بتاعت الترانسكريبت ديتكشن، إن هي بتقدر إن هي زي ما احنا قلنا قبل كده، إن هي بتكشف لي عن وجود الجين نفسه أو وجود الترانسكريبت نفسه، زائد إن هي بتكشف لي أصلا عن كمية وجوده، فبالتالي بقدر أقيس إذا كان هو أصلا تم التعبير عنه بشكل قوي أو تم التعبير عنه بشكل ضعيف. وزي ما احنا برضو ما قلنا قبل كده، إن في تقنيات طلعت أحدث بكتير من الساذرن والنورثرن، زي تقنية الQPCR اللي بتكشف لي عن كمية التعبير الجيني أو التفاعل اللي طالع معايا، وتقنية الماكرو أري زي ما احنا قلنا برضه قبل كده. طيب الستبس الخاصة بعملية النورثرن هي يعني مختلفة شوية عن الساذرن بلوتينج، من ناحية إن أنا أول حاجة خالص برضه بطلع ال RNA بتاعي أو الترانسكريبت الفول ترانسكريبت عندي من الخلية، أو المجمل ال RNA اللي موجود عندي في الخلية. بعد كده ببتدي إن أنا أعمل لها عملية ديسفولدنج عن طريق ال HCl. ليه بعملها عملية ديسفولدنج؟ لأن زي ما احنا عارفين ال RNA بالذات أو ال mRNA المسنجر RNA بيكون في حالة أشكال ثنائية وثلاثية، بيصعب معاها ارتباط الجزء المكمل ليه في حالة السيلف assembly أو self folded state. فبالتالي ببقى محتاج ان انا اعمله ديسفولدنج، محتاج ان انا افك الحلزنه او افك ارتباطه حوالين نفسه علشان يكون شكل لينير بالنسبه لي، اقدر ان انا اتعامل معاه بعد كده، عشان بعد كده برضو يقدر البروب او يقدر الجزء المكمل ليه ان هو يرتبط معاه. بعد كده ببتدي ان انا احطه على الجيل الكتروفريزز علشان افصل الجزيئات بتاعته. هو لوحده اصلا بيكون فراجمنتد، او جزيئاته بتكون أحجامها متفاوتة أو أحجامها مختلفة على حسب حجم الجين بتاعه، على حسب طوله. بعد كده طبعا لو في فراجمنتيشن ممكن يحصل. بعد كده بعمل له عملية البلوتينج عن طريق ال ABM فلتر بيبر. بنقل كل اللي تم ترحيله عن طريق الكهرباء على ال ABM فلتر بيبر بتاعتي، علشان بعد كده أعمل عملية الهيبريدايزيشن والدوتينج. يعني بعمل الأول عملية الدوتينج أو البلوتينج، بعد كده بعمل عملية الهيبريدايزيشن عشان أقدر أقيس طبعا بشدة الإضاءة أقدر أقيس كمية التعبير الجيني، وأقدر أقيس وجود أصلا الجين أو لأ من خلال الهيبريدايزيشن اللي هيطلع معايا، سواء بالفلورسنت داي أو سواء بالراديو أكتيف ميثودز، أو سواء بالطرق المختلفة التانية. الابلكيشنز بتاعته طبعا في ابلكيشنز كتير، سواء في المجال الزراعي سواء في المجال الطبي، لان في بعض العلاجات زي علاجات اللوكيميا بتكون معتمدة اصلا على جينات معينة ايقافها او الحد من تأثيرها. فبالتالي ببتدي اشوف هل اصلا تم ايقاف او تم تقليل من التعبير الجيني في بعض الجينات الخاصة باللوكيميا او لا. ببتدي اقيس كمية التعبير الجيني قبل وبعد المعاملة، او قبل وبعد التريتمنت، او قبل وبعد الدراج. وكذلك برضو بشوف كمية التعبير الجيني، بعض الجينات المقاومة مثلا للفطريات، المقاومة للبكتيريا، المقاومة للفيروسات، المقاومة للإنسكتس داخل بعض النباتات الموجودة عندي في المجال الزراعي.
بقدر شفت الهرمونز اصلا بتتفاعل ازاي مع البيئة، هل في اصلا هرمونز جديدة او لا، هل في هرمونز موجودة اصلا في بعض النباتات او لا. ببتدي اكشف عن وجود الهرمونز بتاعتي، بايدنتيفاي بعض الجينات الجديدة، وبقدر ان انا اشوف تأثير بعض المعاملات بتاعتي على الاب ريجوليشن والداون ريجوليشن جينز. اقدر اشوف تأثير مثلا طفرة معينة هل اثرت بالنسبة لي، علشان يعني ما اتكلفش كتير هشوف اصلا هل في الطفرة بتاعت اللي انا استحدثتها في البروموتر او في الجين قدرت ان هي تزود لي من التعبير الجيني للجين او لا، وخلافه.